لكل لبناني عم بلومني لأنه رفعت علم لا إله إلا الله محمد رسول الله، علم المملكة العربية السعودية، وأنه فضلت أحمل علم المملكة وولائي للمملكة وتخليت عن لبنان. لألكن شيء، لبنان تخلى عني وتخلى كتير عن يلي زيي كمان، تخلى عن كل الشهداء والجرحى وكل عن يلي دافعوا عن لبنان. لك أنا دمي هدر ببيروت وبالجبل، 10 رصاصات انضربت بجسدي، رحت على المستشفى ما قبلوا يفوتوني إلا بدعم وواسطة، قعدوني 16 يوم، ورحت على المملكة العربية السعودية وتحكمت 6 أشهر وما قبلوا ياخدوا مني قرش واحد. ولك لبنان تخلى عن الطفل محمد الله يرحمه، $2000 على المستشفى وعن غير أطفال كمان. وين الضمير؟ ولك وين الديانة؟ وين الخوف من الله؟ يا جماعة لبنان تخلى عن الشعب، الشعب كمان ما فرق معه بقى. نحن لبنان محتل من قبل حزب الشيطان وإيران، ويلي قابل بهالشي هو خاين وما عنده أصل. هيدا يلي تخلى عن لبنان، مش يلي رافع علم المملكة العربية السعودية اللي هي تاج فوق راسنا، صار 70 سنة عم تدعم لبنان بخيرة، وخيرة سابق علينا كلنا كلبنانية، واخر 20 سنة عطتنا $70 مليار وبعدهم عم بيساعدوا. وبنيجي بنحكي على سفير المملكة العربية السعودية ببيروت على المملكة. الشعب بس شاطر انه يتمسخر ويحكي عن عالم شرفة. يا عيب الشوم، خلينا لك شوف ممثلين كبار بالعمر، عالم ماتوا على باب المستشفيات ما معهم مصاري، العيلة اللبنانية الكريمة الشريفة مش قادرة تفوت اولادها على مدرسة او على مستشفى، وانتوا قاعدين تقولوا لي علم وما علم. وحياة القرآن انه نحن لازمنا واحد زي محمد بن سلمان يحكمنا حتى يصير بلد وندشر حزب الشيطان وإيران من هونيك.